مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا نعمل بقى كده مع بعض كيكه الاستفندي. عملناها بكل الطرق مع بعض في القناه. قلنا نغير بقى كده نعمل بالاستفندي، طبعا بأسهل طريقه ونفس الطريقه بالظبط، بس بدل اللبن حطينا عصير يستفندي. طبعا عصرناه وصفيناه كويس جدا، طعمها جميله جدا وجربوها، كانت تحفه بصراحه. طالعه هشه وجميله. طبعا قلنا ندوقها بقى مع بعض زي كل مرة. طعمها جميلة جدا بصراحة. نشوف بقى المكونات مع بعض. جبنا بقى استفندي، انا جايباه الحجم الصغير شوية عشان ما يكونش فيه بذر كتير. قشرناه اهوت مع بعض. الكبير بيبقى فيه بذر فبيعمل مرارة شوية، لكن دوت ما فيهوش بذر. البذر بتاعه صغير فبالتالي ما فيهوش اللي هو الابيض كمان اللي بيعمل مرارة برضو. طبعا قشرنا الكمية اهي مع بعض. جبنا الخلاط بتاعنا، طبعا حطيناه كلهم في الخلاط. كوباية مية واحدة بس عشان خاطر يعني يضرب معانا الاستفندي. كوباية مية واحدة بس. طبعا ضربناه. نجيب بقى الخلاط تاني 4 بيضات، نحط عليها طبعا 2 فانيليا. حطينا باكتين ومعلقة خل، طبعا عشان الزفارة بتاعة البيض. ضربناهم كويس جدا. وبعد كده جبنا السكر، انا حطيت 1.5 كوباية من السكر. وبعد كده حطيت كوباية من اللي هو العصير الاستفندي، يعتبر كوباية الا ربع، كوباية الا ربع، يعني قول مقدار كوباية، يعني كوباية، يعني كوبايتين الا ربع كده، وكوباية الا ربع زيت. بالظبط كده. وضربناهم طبعا كويس جدا كده، تمام معانا. نحضر بقى المواد الجافة. جبنا 3 كوبايات من الدقيق، طبعا انا مكترة طبعا الكمية. حطينا عليها 1 كيك شيف، وحطينا رشة ملح بسيطة. قلبناهم طبعا كويس مع بعض، وننزل عليهم بالخليط بتاعنا. طبعا قلب كويس جدا، طبعا حسب مقدار ايدينا كده واحنا بنضرب. هنشوف عايزة دقيق تاني ولا لا، عشان انا عاملة كمية كبيرة شوية يعتبر. دول كده 3 كوبايات دقيق. فطبعا عايزة معانا دقيق تاني، هنجيب كوباية تاني الا ربع كده. نخليها برضو هي. كده تمام كده، ما احتاجتش معانا دقيق تاني. طبعا ضربناها كويس جدا. بصراحة انا بحب المضرب اليدوي، عندي الكهرباء بس ساعات بستعمل دوت، وبس انا يعني بحب افضل ده، بحس بعرف العجينة كويسة معايا منه بصراحة. كده تمام. بنجهز بقى الصينية بتاعتنا، نحط فيها مادة دهنية
وبنحط فيها رشة دقيق كده نبدرها كويس. وكده عملناها مع بعض، ننزل عليها بالخليط بتاعنا. طبعا ده كتير على الصينية دي، اكبر صينية في الطقم، بس انا كنت حاطه حبة في طاجن بصراحة يعني. كده تمام. طبعا بنهزها كويس جدا كده عشان ننزل الفقاقيع بتاعتها. وبنجيب خلة نعملها دواير كده. طبعا بنكون مولعين الفرن على اعلى درجة فيه. طبعا من شوية كده، من نص الحاجة وانا بعملها، بحيث يكون سخن كويس اوي. ونجيب بقى الطاجن بتاعنا، حجم اللي هو متوسط دوت، وحطيت بقية الخليط فيه. اهو كده تمام. صراحة طعمها جميل جدا. طبعا عملناها برضو بالخلة، وإن حطيناها طبعا في الفرن. وده الشكل النهائي بعد ما طلعت. طعمها جميل، جربوها وسهلة جدا، نفس مكونات الكيكة بالظبط، بس محطيناش لبن وحطينا يوستفندي، عصير يوستفندي. وسهلة جدا ومخدتش وقت خالص. مع كوباية شاي بحليب، كوباية شاي، وهشة وجميلة جدا معانا اهي. وطعمها يعني حلو جدا برضو. دقناها طبعا مع بعض زي كل مرة. وبألف هنا وشفا عليكم حبايبي.